السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم أكلة غدا لذيذة متكاملة وسريعة التحضير من غير ما نستخدم الفرن، وأحلى حاجة فيها ما فيهاش مواعين كتير. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعملها ازاي. بسم الله. أول حاجة معايا دبابيس الفراخ، غسلتها ونقعتها لمدة ربع ساعة في محلول مية وعليه معلقة ملح ومعلقتين دقيق ومعلقة جنزبيل وعصير ليمونة، وبشطفها بالمية وبصفيها كويس جدا من المية، وده شكلها بتكون زي الفل. هبدأ أعمل فتحات في الدبابيس عشان تتشرب من التتبيلة كويس من كل ناحية كده، فتحتين 3 حسب حجم الدبوس. ويفضل طبعا بنستخدم الدبابيس اللي حجمها متوسط، لا تكون كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. لو حابين ممكن تشيلوا الجلد او تخلوا الجلد زي ما انا هعمل كده، لان الجلد هنا بيحافظ على طراوة الفراخ ما بيخليهاش تنشف. وبعد ما خلصت تفتيح الدبابيس هجهز التتبيلة. عندي بصلة كبيرة فرمتها ناعم وهتبلها بملح وفلفل، نص معلقة صغيرة جنزبيل ومعلقة كبيرة من الخل، وببدأ بإيدي بدعك البصلة مع التوابل عشان البصلة تدبل، الريحة بتكون خطيرة. وهبدأ أتبل الدبابيس، بدخل التتبيلة في الفتحات وادعك الدبوس كويس قوي بالتتبيلة، أخلي التتبيلة توصل لكل جزء فيه، وهحط التتبيلة اللي فضلت معايا على الدبابيس. كده خلصت. هسيب الدبابيس على جنب منقوعة في التتبيلة مدة مش أقل من ساعتين. كل ما بتسيبي الفراخ منقوعة في التتبيلة مدة أطول كل ما بتديكي نتيجة وطعم أحلى. مش لازم نحطها في التلاجة، الدنيا دلوقتي شتاء مش هيجرالها حاجة، إنما لو في الصيف طبعا بتغطيها وبتحطيها في التلاجة. وهنا بعد ما فات ساعتين على الفراخ وهي منقوعة في التتبيلة، هبتدي بقى احضرها. جبت طاسة كبيرة عميقة كده واحط فيها معلقتين من الزيت، وبستنى لغاية الزيت ما يسخن كويس وهنزل بالدبابيس، بس بكون شلت من عليها البصلة عشان ما تتحروقش. ممكن تحطوا مكعب من الزبدة مع الزيت، بس اهم حاجة لازم الزيت او المادة الدهنية اللي هتشوحوا فيها الفراخ تكون سخنة جدا عشان الفراخ تاخد صدمة وما تنزلش ميتها. خلي بالكوا وانتوا بتنزلوا الفراخ في الزيت عشان الزيت بيبتدي بقى يطرطش وبيطير كده، ممكن يأذي لا قدر الله، فتكونوا لابسين جوانتي او تنزلوا الفراخ بماسك يكون طويل عشان الزيت ما يوصل لكمش. وهنا الدبابيس كانت خدت لون وصدمة من أول ناحية، فقلبها على الناحية التانية. مش بتاخد وقت طويل، حوالي 3 أو 4 دقايق من كل ناحية، ويدوب تاخد لون أصفر، ما تخليهاش تتحمر أكتر من كده. وبشيلها من الزيت وبعمل باقي كمية الدبابيس اللي عندي. ودلوقتي هنضف الزيت واصفيه من اي شوائب تكون فيه عشان هرجع استخدمه واستخدم الطاسة مرة تانية. ودي كمية الزيت والدهون اللي فضلت مكان الفراخ. هنزل فيها دلوقتي ببصلة كبيرة كده متقطعة تقطيع متوسط، وبشوحه لمدة 2-3 في الزيت يدوب يدبل، مش عايزاه ياخد لون. وهنزل عليه دلوقتي بكوباية من البسلة والجزر. البسلة والجزر دول انا مفرزاهم، فبنزل بيهم وهم لسه متجمدين قبل ما يفكوا. ممكن تضيفي اي نوع خضار بتفضليه، ممكن تشيلي البسلة وتحطي بدل منها فاصوليا او حمص مسلوق، او تضيفي فلفل الوان. ضيفي الخضار اللي انتي بتحبيه. يدوب كده دقيقتين بشوح الخضار مع البصل، وهنزل بالرز المغسول. كمية الرز برضو زي ما تحبي وحسب عدد أفراد أسرتك، تقليبتين 3 كده مع الخضار. وهضيف التوابل، ملح وفلفل أسود ونص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وبقلب كويس التوابل مع الرز والخضار. وهنزل عليهم دلوقتي بنص كوباية من الشوربة، حوالي كبشتين شوربة أو مية سخنة لو ما عندكمش شوربة. تقليبتين 3 كده على نار متوسطة. انا مش عايزة الرز يستوي تسوية كاملة، انا بساعد على ان الخضار يستوي نص تسوية
علشان لما الرز في الآخر يستوي يكون الخضار اللي معاه مستوي. طبعا انتوا عارفين البسلة هتاخد وقت اكتر من الرز في التسوية. وهنا بعد ما الرز والخضار اتشربوا كمية الشوربة اللي حطيتها، هنزل بيهم في صينية واسويهم كويس، وابتدي بقى اضيف الشوربة بتاعتي اللي تكمل تسوية الرز. ممكن تستخدموا الرز البسمتي يعني زي ما تحبوا، بس بصراحة الرز المصري مع الخضار لا يعلى عليه. وبالنسبة للمبتدئين كمية الشوربة المناسبة للرز، لكل كوباية رز مصري 1.5 من الشوربة السخنة، أو بالخبرة كده زي ما احنا متعودين وكل الستات عارفين، بنخلي الشوربة فوق الرز بحوالي يعني نص عقلة صباع، مش أكتر من كده. ودلوقتي برص الدبابيس فوق الرز والخضار. نيجي بقى لمرحلة التسوية. أنا النهاردة مش هسوي الصينية ديت في الفرن، هسويها على البوتاجاز من فوق. مش بتاخد وقت 20 أو 25 دقيقة، مدة تسوية الرز العادية جدا، وبتكون الصينية استوت وبقت جاهزة. بعلي النار لغاية ما الرز يغلي أول غلوة، وبعدين بهدي النار تحته، بخليها شمعة وبغطي عليه وبسيبه يستوي براحته، وبكشف عليه بعد حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة. لو لقيته اتشرب المية بتاعته ولسه محتاج تاني، بزوده معلقة أو 2 بالشوربة السخنة أو المية السخنة، وبغطي عليه وبسيبه يكمل تسوية. وبعد الرز ما بيستوي، باخد الصينية بحطها تحت الشواية 2 أو 3، يدوب الفراخ بتاخد لون ذهبي، بتكون شكلها زي المشوي تمام، وبكده تكون الأكلة اللذيذة المتكاملة استوت. أكلة جميلة قوي، وخصوصا في وقت الشتاء تدفي وتغذي، أكلة غير تقليدية يحبوها الولاد. الفراخ طعمها جميل، مقرمشة من بره وطرية من جوه، والرز بالخضار طعمه خطير، هيعجبكم جدا. من ألذ وأحلى الوصفات اللي ممكن تعملوها بالفراخ. ممكن كمان تعملوها في العزومات بالفراخ كاملة أو بأي جزء من أجزاء الفراخ، هتشرفكم وتعجب ضيوفكم. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى يعجبكم. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.